تداعيات الانتخابات الرئاسية في اليمن تلقي بظلالها على المشهد السياسي في هذا البلد، خاصة في المحافظات الجنوبية، حيث الثقل الشعبي للحراك السلمي لتحرير الجنوب المنادي بالانفصال عن الشمال. مزيد من التفاصيل في تقرير مفادنا إلى عدن عمر الصلح. استباقا لإعلان النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية اليمنية المبكرة التي جرت في 21 من الشهر الجاري، عقدت قيادة الحراك الجنوبي في عدن مؤتمرا صحفيا حددت خلاله ملامح المرحلة المقبلة. ندعو دول الجوار والدول العربية بشكل عام وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية وسفراء وممثلي الدول الأوروبية إلى تفهم القضية الحقيقية لشعب الجنوب والمتمثلة في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة المسلوبة. وعلى الجميع أن يعرفوا تماما أن استقرار الأوضاع في الجزيرة العربية وجنوبها مرهونة إلى حد كبير بالحل العادل لقضية الجنوب. الحراك يؤكد التزام الجنوب بمقاطعة الانتخابات بنسبة تصل إلى 96% في كافة المحافظات الجنوبية، فيما تأتي أرقام اللجنة الانتخابية من صنعاء مغايرة لذلك، وسط تأكيد قيادة الحراك الاستمرار بالنضال السلمي بكافة أشكاله. شعبنا يرفض أي مشروع ينتقص من حقه في التحرير واستعادة دولته، وعليه نحن نؤكد للمجتمع الدولي والإقليمي بأنه في حالة عدم الإسقاط لشعب الجنوب ومطالبته في التحرير فإن المنطقة لا يمكن أن تشهد أمن واستقرار إطلاقا. قدم توصيف للحراك الجنوبي آنذاك ووصفه بالعظمة وبقدرة التنظيم في الشارع، ولكن الحراك الجنوبي طالبه على أساس أن يكون له قيادة من العيار الثقيل، قيادة من العيار الثقيل. حتى اللحظة شعبنا وميداننا وساحاتنا هي من يفلتر هذا النضال ويفلتر القيادة. انتهت الانتخابات الرئاسية في اليمن، تلك الانتخابات التي أرادت بها المبادرة الخليجية أن تضع حدا نهائيا للمعضلة اليمنية، لكن المشهد السياسي وتحديدا في المحافظات الجنوبية يشير إلى معضلة جديدة على المسرح السياسي في اليمن.